عملت طريقة جديدة للنودلز بس طعمها تحفة. وبما ان النودلز المقاطعة فاشتريت طبعا افضل بديل الاندومي. اشتريت كيس اندومي بالخضار. هو دلوقتي الكيس الكبير ده سعره عامل 10 جنيه، والكيس الصغير بقى ب8. بعد كده هتجيب طاسة او اي حلة عندك وتحط فيها شوية مية وتسيب المية لحد ما يغلوا زي ما انتوا شايفين. بعد كده تنزل بالاندومي وهنسيب بقى الاندومي لمدة 3 دقايق لحد ما تستوى. وبالنسبة للبهارات مش هنفضيها دلوقتي. وزي ما انتوا شايفين الاندومي استوت اهي قدامكم. هنشيل بقى الطاسة من على النار، واهم حاجة ما تنساش تصفي مية الاندومي عشان احنا مش محتاجينها اصلا. بعد كده هتجيب طماطمايه وسط وتقطعها لمكعبات زي ما انتوا شايفين. بعد كده هتجيب الطاسة تاني وتحط معلقة سمنة او حبة زيت وتنزل بالطماطم وتفضل تقلب كده لمدة 5 دقايق لحد ما تستوى. وتحط عليها كده رشة فلفل اسود وتقلب. ولحد ما الطماطم تستوى هتنزل عليها كده ايه بواحدتين زيتون، عندك اي نوع زيتون عندك. بعد كده تنزل بالاندومي وتفضي كيس التوابل بتاع الاندومي وقلب بقى لحد ما الاندومي والطماطم يبقوا ميكس مع بعض كده وتفضيهم في طبق. وزي ما انتوا شايفين ده شكل النهائي ليهم. يعني الصراحة شكل الطبق الاندومي جميل جدا. وانتوا لو عندكم طريقة تانية لعمل الاندومي ممكن تكتبوها لي في الكومنتات وانا هعمل لها فيديو. واهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.